تعالوا بقى اما اقول لكم على طريقتي المعتمده في القرص الفلاحي، ومقاديرها مظبوطه جدا وهتفضل معاكي طريه لحد اخر قرصه. ما شاء الله، شايفين لونها عامل ازاي وطريه زي القطن. يلا بينا نبدا وصفتنا ونقول المقادير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنجيب كوبايه وهنحط فيها معلقه من الخميره الفوريه او الخميره البيره، تمام. وهضيف عليها معلقتين من السكر، وهضيف عليها كمان حوالي ربع كوبايه من الميه الدافيه. اهم حاجه الميه تكون دافيه علشان الخميره مش تبوظ منك، تمام. هضيف كمان معلقه من الدقيق وهقلب كل ده مع بعضه كده وهركنه على جنب لحد ما الاقي الخميره بتتفاعل معايا، وكده هتكون ناجحه للاستخدام. هنا بقى هستخدم بمقدار نص كيلو من الدقيق. بعد كده هضيف على الدقيق رشة من الملح ومعلقة كده صغيرة ممسوحة من البيكنج باودر. هلاقي الخميرة بدأت تتفاعل، هضيفها على الدقيق. وبعد كده هضيف سمسم، وطبعا السمسم على حسب رغبتكم، ممكن تضيفي شمر وينسون، ممكن ما تضيفيش حاجة خالص وتبقى سادة. كان عندي بقى شوية قشطة كده بتوع وش اللبن، فضفتهم علشان بقى تبقى قرص فلاحي زي ما بيقول الكتاب. وطبعا انا القرص دي عملتها بلبن رايب كان عندي. بجد الحليب الرايب بيخليها في منتهى الروعة، هشة جدا وطرية جدا وطعمها بجد بيبقى خطير. يعني انا لما بيروب كده عندي شوية لبن باخدها فرصة وعلى طول اعمل بيهم شوية قرص. هعجن بقى الكلام ده كله كده كويس جدا. لقيتها مش سهلة معايا في العجن، هضيف تاني الحليب. وفي الاخر خالص بعد ما هتتلم معايا هضيف معلقتين من السمنة البلدي او اي سمنة عندك، وهضيف كمان حوالي كده معلقة من الزيت. وهبدأ ان انا اعجن كويس جدا. هلاقيها معايا متفككة كده زي ما هوريها لكم. كل ده طبيعي جدا، كل ما هتعجني كويس كل ما هتتلم معاكي ومش هتبقى محتاجة اي حاجة، ولا تجري تحطي دقيق ولا تجري تحطي حليب ولا تحطي اي حاجة. كده العجينة اخده كل مقاديرها وكل حاجة مظبوطة. هلم العجينة وهرجعها تاني في الطبق اللي انا عجنت فيه وهغطيها واسيبها تخمر. طبعا علشان احنا الجو ساقعة فبتقعد بالساعتين والساعتين ونص لحد ما تخمر. وده شكلها بعد ما خمرت وعدى عليها حوالي ساعتين. استخدمت بقى الميزان علشان يكون القرص بتاعتي كلها حجم واحد. بدأت ان انا اقطعها على 72 جرام. انتي بقى ممكن تقطعي الحجم اللي يناسبك والحجم اللي يرضيكي، وكله شغال وكله هيتاكل. لو وصلتوا لحد هنا فضلا وليس امرا ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل فيديوهاتي. وشكرا جدا لكل اخ وكل اخت بينضم لقناتي. خلص بقى الكمية كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبعد كده هغطيها باي حاجة وهسيبها برضو ان هي تخمر تاني. ممكن مثلا هسيبها نص ساعة او ساعة، مش هسيبها اكتر من كده. عاوزه اقول لكم كمان ان انا ما دهنتش الصاجات باي ماده دهنيه، علشان اكتفيت بالقشطه والسمنه اللي انا حطيتها في القرص. وما تقلقيش ابدا، القرص مش هتلزق منك في الصاج، وهيطلع معاكي احلى قرص فلاحي بطريقه سهله وبسيطه. وكمان المقادير مضمونه جدا. شايفين قد ايه هشه وطريه، بجد عامله زي القطن، ولا ريحتها مش قادره اقول لكم يعني. اسيبكم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.